بنجاح وتميز نظمت أكاديمية قطر للقادة بالتعاون مع الاتحاد القطري لرياضة الجميع وتحت إشراف وزارة الرياضة والشباب نظمت سباقا للجري بمشاركة 150 طالبا. السباق أقيم في أجواء تنافسية رائعة. هدف هذا المهرجان هو تعزيز الوعي الرياضي وأيضا تعزيز النشاط البدني لأبنائنا الطلاب، وكذلك ممارسة الرياضة بشكل مستمر، وخصوصا أن الطلبة يأخذون جوانب سواء في رياضية وأيضا تربوية وأكاديمية كذلك. هذا الجانب أعتقد هو بداية إن شاء الله تعالى الكثير من الأنشطة الرياضية خلال العام الأكاديمي، وهي من ضمن التقويم السنوي في الرياضة. المشاركون تم تقسيمهم إلى فئتين. اتحسم الطالب طلال عجمي المركز الأول في فئة الصف 11، بينما جاء الطالب محمد عثمان أولا في فئة الصف 12. السباق كان فرصة لتنمية قدرات الشباب وتعزيز روح المنافسة. الهدف من هذه الفعاليات الرياضية المجتمعية هو إشراك جميع فئات المجتمع، إشراك جميع الأعمار المشاركة في الفعاليات الخارجية وأيضا الداخلية. هذه الفعالية موجهة لفئة اللي داخل المدرسة، الطلاب اللي يداومون بشكل دوام 24 ساعة داخل الأكاديمية، فحبينا نسوي لهم فعالية فعلا توائم ارتباطهم الأكاديمي داخل الأكاديمية، من أجل فعلا خلق جو من الحماس وجو من التحفيز لدى الطلاب للمشاركة في الفعاليات الرياضية الخارجية. الفعالية تعد خطوة إيجابية نحو تعزيز الأنشطة الرياضية وتشجيع الطلبة على ممارسة الرياضة لتكون منهج حياتهم. لمركز إخبار قنوات كاس، جمال الشيباني.